النخبة السياسية في وطننا حتى الآن فاشلة في قيادة الجماهير، وما يزعلوش بكل أطيافها. خسرت الرهان في المرحلة الأولى على إنها تقدر تنور الجماهير وتحطها على خط التوافق الوطني من أجل بناء مشروع مصر النهضوي القادم. جماهير بلا قيادة صعب أن تصل للنور، وصعب أن تصل لتحقيق الهدف. على النخب الثقافية والفكرية والفنية والسياسية في مجتمعنا إنها تضع في أمام عينها إنه المشهد يبدو غامض، مش محدد المعالم، الطرق مش ممهدة. يا ترى نقدر نوصل لوثيقة تاريخية لثورة 25 يناير تفكرنا بما كنا نجتمع حوله؟ كان في فترة حاجة اسمها الميثاق الوطني، كان في فترة تانية في بيان 30 مارس بعد الهزيمة، وكان في بعد أكتوبر ما سمي بورقة أكتوبر. كلها كانت محاولات لوجود بوصلة تساوي ميثاق شرف يحترمها الجميع. ثورتنا حتى الآن المرة دي لسه ما امتلكتش الوثيقة الثورية، وهي مسؤولية النخبة. أنا أتمنى أنه تحاول النخبة السياسية والنخبة الفكرية والثقافية أن تضع وثيقة شرف لثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير والتضحيات والدماء اللي سالت من أجل مستقبل لمصر أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أن تضع ما يمكن أن يسمى بوثيقة الشرف الثورية. هي حتى الآن مختلفة أكثر منها متفقة، غير قادرة على أنها تضيف للمشهد الوطني لحظة نقول فيها أن النخبة كانت بحجم التحدي الذي واجهها. ما زالت الأمور محكومة بالمصالح الحزبية، بالمصالح الفئوية، بالمصالح الفردية، بالطموح للمناصب القيادية، أكثر منها تعبير عن مشترك وطني واضح المعالم يقدر أي واحد فينا يمسكه في إيده كده ويقول إن ده لما بقراه بحس إن أنا عارف مصر رايحة فين ودوري فيها إيه. ده دور النخبة، وأعتقد إن النخبة في مصر لسه ما قامتش بدورها حتى الآن.